رجعنا نكمل فقراتنا في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. النهاردة معانا دكتور أحمد فوزي، جراح تجميل الوجه والرأس والرقبة. كلامنا مهم جدا عن زراعة الشعر. ازيك يا دكتور أحمد؟ اهلا، ازي حضرتك دكتورة منى؟ مبسوط ان مع دكتور حضرتك النهارده. أنا أسعد يا دكتور. دكتور أحمد، زراعة الشعر أنا بشوفها معجزة، لأن في ناس لحد النهاردة فاكرة إن هو لو راجل مثلا لو أصلع وما عندوش شعر هو دي النهاية ومفيش حل. ممكن تقول لي؟ هو ده حقيقي فعلا. يعني الشاب خلاص بيبدا يكبر يوصل في سن البلوغ، يبدا يحصل الصلع الوراثي عنده، فخلاص احنا الكونسبت اللي متعودين عليه طول عمرنا كبرنا وصلعنا. خلاص حصل الصلع شكرا كده خلاص. هتفضل طول عمرك كده لحد يعني احنا في 2025 لحد النهارده في ناس مش عارفه يعني ايه زراعه شعر، مش عارفه ان خلاص ان الصلع ده ليه حل، وان احنا تقدر انك تغطي الصلع ده وترجع تاني لشكلك اللي كنت عليه قبل كده. ممكن يكونوا قلقانين من النتائج يا دكتور، هم مش عارفين النتائج معظمها 100%. دي المرحله اللي بعدها، لكن انا بتكلم عن ان في ناس اصلا مش فاهمه ان في حاجه اسمها زراعه شعر، في حاجه ان نقضي على الصلع او نعالج الصلع. فده اللي احنا بنحاول ان احنا ننشره دلوقتي، ان الناس تبقى اوير اكتر بزراعه الشعر، وان في حلول للصلع سواء صلع وراثي او ايا كان السبب. حد مثلا حصل له حرق، حصل له جرح في راسه او كده، بسبب له ازمه كبيره حتى بعد كده لما بيكبر في السن طبعا. فالحاجات دي لما بقى ليها حلول دلوقتي، لا عملت طفره كبيره جدا. انت عارفه يعني الشعر بيمثل جزء كبير من شكل الوش ومن التضاريس بتاعته. بالظبط بالظبط. يعني زيها زي اي فيتشر تانية في الوش، زي النوز، زي العيون، زي اللبس. كل ده بيساهم في شكل كويس يعني. طيب دكتور احمد، انا في حضرتك عامل كونسبت جديد اسمه تركي كلينيك. ممكن تشرح لي ايه الموضوع ده؟ احنا العياده بتاعتنا اسمها تركي كلينيك، احنا متخصصين. العياده دي تركي كلينيك، احنا متخصصين في عمليات زراعه الشعر. بما ان تركيا من اشهر الناس يعني في زراعه الشعر، مش ده ولا ايه يعني مش السبب؟ هي تركيا هي كانت اشهر مكان في زراعه الشعر، بس حاليا مع اللي بيحصل هناك من مشاكل كتير وبعدين بقى الموضوع تجاري اكتر، ما بقاش فيه ميديسن او ما بقاش فيه خلاص ان في كير بالبيشنت او كده. لا الامور اختلفت، فبقى دلوقتي ان في حد لازم ياخد العيان بتاعه للمجال الطبي، يرجعه تاني لشغل طبي مش شغل بزنس او شغل تجاري. فده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه في تركي كلينيك. ندخل من هنا بقى للايه، ان احنا بناخد شهره منين او بنتعرف منين. معظم العيانين بتوعنا الحمد لله يعني في كتير من بره مصر، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نتوجه له دلوقتي. عيانين كتير من الجلف، عيانين كتير من USA، فان احنا اصلا نقدر نخلي الناس دي تجي لنا هنا مصر، دي حاجه مش فكره سياحه علاجيه بالظبط ومصدر دخل بالظبط مصدر دخل للبلد. فندخل من هنا بقى في كونسبت تركي كلينيك، ان احنا بنتكلم عن الميديكال توريزم. عايزين الكونسبت ده يتعمم اكتر في مصر. مصر فيها فاسيلتيز كتيره تساعد على الموضوع ده، فيها دكاتره اهم حاجه. هنتكلم الاول، احنا هنتكلم على الفاسيلتيز اللي في البلد. تمام. البلد الحمد لله فيها امان كويس جدا. الحمد لله. عندنا كل المزارات، سواء اثار يعني أيوة مزارات قديمه يعني حتى اماكن ترفيهيه. يعني لو البيشنت جاي عايز اثار قديمه وحاجات موجود. عندنا مدن جديده واماكن ترفيهيه موجود، فكل ده موجود. امن وامان موجود. نتكلم عن الجزء الدكاتره، الدكتور المصري ممتاز جدا، يكفي ان عنده ضمير، يكفي التريننج كويس، هو كير اكتر بالبيشنت بتاعه، ان هو ياخد نتيجه كويسه، ياخد شغل كويس. صحيح. بدل ما يقع تحت ايد حد تاني، احنا ان هو هي بزنس اكتر. بزنس يعني احنا حتى في كامبين شغالين عليها دلوقتي على السوشيال ميديا، تراي ايجيبت تستحق انك تجربها، تستحق. والحمد لله الكامبين عامله نجاح كويس جدا دلوقتي الحمد لله. فمصر تستحق انك تجربها. صحيح. وبعدين يعني هو هيحتاج انه يقابل حضرتك اول ما يجي، وبعدين يرجع يجي لك بعد 3-4 ايام، وفي الفتره دي كلها ممكن يخرج يشوف الاثار، وممكن قبل الفيزيت وبعد الفيزيت. فكل ده بيعمل رواج في البلد. صحيح. من عمله اجنبيه بتدخل، من اماكن سياحيه بتشتغل، سواء زي ما قلت لك اماكن سياحيه قديمه او حتى مدن جديده او اماكن جديده. صحيح. احنا بنشوف دلوقتي العرب والاجانب موجودين في كل مكان في مصر دلوقتي. احنا لما نستغل ده في السياحه العلاجيه عندنا، هنساهم في زياده دخل كبير قوي، عمله اجنبيه للبلد هتعالج حاجات كتير. اتمنى ان يكون في توجه من الدوله اكبر من كده. بالظبط ده اللي احنا محتاجينه بقى، فاسيلتيز اكتر علشان نقدر ان احنا نستقطب عدد اكبر. احنا مش اقل من اي بلد تاني، بالعكس احنا رقم واحد في لا، واحنا دكاترتنا نمره واحد. ممكن نكون بس ده على مستوى العالم. طبعا على مستوى العالم بس يكفي الضمير والتدريب المهني كويس. دي حقيقه. فاهماني؟ فاحنا لازم الجزء ده نركز عليه قوي علشان نقدر ان احنا نستقطب اكبر عدد ممكن. تمام. ومن هنا عملنا الكامبين بتاعتنا اللي هي تراي ايجيبت، والحمد لله ناجحه جدا جدا. الحمد لله. طيب يا دكتور، انا عايزاك دلوقتي تشرح لنا، لان في زي ترند في الطب دلوقتي اللي هو الطب. ما ينفعش نقول في الطب ترند. امال نقول ايه؟ الطب ما فيش فيه حاجه اسمها ترند، في حاجه اسمها ستاديز، ابحاث ودراسات بتتعمل على حالات، فنقدر ناخد منها كونسبت جديد. طيب في لكن ترند في الطب دي مش ترند. في كونسبت جديد في الطب اسمه الطب التجديدي. ريجنريتيف ميديسن، ده حقيقي. وتحتيه كل الدكاتره بتشتغل. بالنسبه لحضرتك كدكتور زراعه شعر،
او التخصص يعني اللي شغال فيه دلوقتي زراعه الشعر، استفدت ازاي من الطب التجديدي ده او ايه ادواته اللي حضرتك بتستخدمها؟ مبدئيا الريجنريتيف ميديسن ده عامل صيحه كبيره جدا دلوقتي في المجالات الطبيه في مختلف التخصصات الطبيه، سواء جلد او شعر او حتى علاجات في العظام او في حاجات تانية مختلفه. عامل طفره كبيره قوي، كتير من الدكاتره شغالين عليه ابحاث كتيره وبيساعدنا في حاجات كتيره. نتكلم في كونسبت في الهير، احنا محتاجين اوتولوجاس مايكروجرافت. يعني ايه بقى؟ انت عندك الطب التجددي ده حاجه من الحاجات اللي فيه اللي هي الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه. طيب انت الخلايا الجذعيه عندك فيه نوعين، في خلايا جذعيه اللي هي بتبقى محضره، بتبقى فايلز جاهزه جايه بتتحقن على طول، تمام. عندك الجزء الثاني الاوتولوجاس ستيم سيلز. الاوتولوجاس ستيم سيلز دي اللي هي متاخده من البيشنت نفسه، من المريض بتاعنا نفسه. اكتر حاجه انا بحب اشتغل فيها في الريجنريتيف ميديسن وان انا استخلص اوتولوجاس ستيم سيلز هو الجي سيل. الجي سيل عامله معايا طفره كبيره جدا، وهقول لك استخدامات كتيره ليها من دلوقتي. يعني الجي سيل از كونسبت لوحده ده اوتولوجاس ستيم سيلز. احنا بكل بساطه بناخد بايوبسيس بسيطه خالص من الدونر اريا او من الاوفر ماستويد، العظمه اللي ورا الاذن، بناخد منها شويه بايوبسيس كده حوالي 5 او 6. في صور معانا؟ ممكن نستعرض الصور دلوقتي، الناس حتى هتشوف نتائج. دي كمان نتيجه الجي سيل، دي نتائج جي سيل. اشرح لي هو اتعمل ايه بالظبط يا دكتور؟ احنا بالظبط بناخد حوالي 5 او 6 بايوبسيس من منطقه من الشعر نفسه، من الشعر، العظمه اللي ورا الاذن اسمها ماستويد. بتاخدوا جزء منها؟ مش جزء من العظمه، ببانش صغير كده مقاس 2 مللي، بندخل ناخد حاجه شبيهه باختطاف الشعر كده في الهير، ولكن دي بس للجي سيل او للستيم سيلز. بنبدا ناخد البايوبسيس دي وندخلها في جهاز الجي سيل، تعمل ليها طريقه معينه، بروسيس بتمشي بشكل معين، فوتو اكتيفيشن وكده. في صوره ثانيه؟ في صور ثانيه ولسه في كمان صوره. تمام. وبعدين ترجع تحقنها تاني؟ تتفصل في الجهاز، ناخد السائل اللي موجود ده. السائل ده فيه ستيم سيلز اوتولوجاس من العيان نفسه، يعني الستيم سيلز بتاعتي تتحقن لي، ما ينفعش تتحقن لبيشنت تاني. طبعا فاهماني؟ فكل بيشنت عنده الستيم سيلز بتاعته. تتجنبي بقى الرجيك رياكشن، ممكن يحصل حساسيه، ممكن يحصل اي تفاعل. دي من اشرح لي حضرتك، حقنت تاني المنطقه اللي الشعر بيقع فيها، بيبتدي يحصل ايه بقى في المنطقه دي؟ بالظبط، الستيم سيلز بقى بتدخل لما تتحقن في المنطقه دي في اماكن معينه، في نقط معينه، تبدا تعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس، تصنيع بلاد فيزلز جديده او اوعيه دمويه جديده. دي هتساهم ان هي هتعمل تفعيل اكتر لفروه الراس، توصل غذاء اكبر للشعر اللي موجود او للمنطقه المصابه. بس طبعا اهم حاجه ان السلكشن، مش اي عيان هينفع يعمل الايه الحاجه دي. أيوة، يعني لازم الدكتور يختار. فحص الدكتور هيفحص الاول، هيقيم بناء عليه، هيحدد ايه الحاجه اللي هتتم. ده هيزرع شعر، ده هيعمل كذا، ده هعمل له ستيم سيلز، ده هعمل له اوتولوجاس ستيم سيلز. يعني فهي كل حاجه ليها الكونسبت بتاع. ممكن بي ار بي اللي هي تعتبر، يعني حضرتك قصدك ان الجي سيل ده مش لكل الحالات، مش لكل الحالات معينه باختيار الدكتور. للدكتور، البيشنت ما ينفعش يقول انا عايز اعمل كذا. طب يا دكتور، حضرتك بتقول ده حضرتك اللي بتحدد مين محتاج جي سيل ومين محتاج زراعه. بالظبط. تمام. ممكن تقول لي بتحدد على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ الفحص الاول بنفحص بالترايكوسكوبي، بنشوف اصلا في فاميلي هيستوري من اندروجينيتيك الوبيشيا، عنده صلع وراثي ولا ما عندوش. بنقدر بشويه فايندنجز معينه كده من خلال الفحص بنقدر نعرف ده هيستفيد ولا مش هيستفيد. بناء عليه بنبدا نتوجه. ما ينفعش ان البيشنت يقول انا عايز اعمل كذا، الدكتور هو اللي هيوجهه، هيقول له ايه. خلينا كمان نشوف عندنا صور لزراعه الشعر. في صور برضه هير ترانسبلانت. وبعد كده حضرتك بتختار ده بقى عامل زراعه. البيشنت ده من روسيا على فكره، ده مش مصري. يا نهار ابيض، دي نتيجه هايله. جالنا من روسيا الحمد لله، ناتشرال لوك. من ضمن الاستعمالات برضه اللي بنعمل فيها الاوتولوجيس ستيم سيلز اللي هي الجي سيل، ان انا بستعملها مع زراعه الشعر. يمكن يعني تحسن برضه النتائج. بالظبط ببدا اخلط بطريقه معينه قبل بقى الزراعه ولا يعني بعد الزراعه؟ شوفي مثلا هنا النتيجه ناتشرال لوك ازاي، هير لاين الشعر فيري ناتشرال، ما فيش حد هيلاحظ اصلا ان هو عامل هير ترانسبلانت. خط الشعر هايل. بس هو اصلا شعره ما كانش خفيف قوي. ده كان صلع درجه ما بين الاولى الى الثانيه يعني. فقدرنا ان احنا الحمد لله ناخد شكل طبيعي بالشكل ده. لا ده كان درجه كبيره جدا. ده لسه له عمليه ثانيه هنعملها للمنطقه الكراون، علشان هي مش باينه يمكن في الصوره دي، ولكن لسه محتاج سيشن ثانيه يعني. دي بتبقى طبعا تقسيمات ثانيه معينه طبعا. فان احنا نتائج هايله. الحمد لله مستوى زراعه الشعر في مصر، انا عاوز اقول لك الدكاتره هنا في مصر الحمد لله احنا وصلنا لمستوى كبير جدا، مستوى عالي جدا. من كل يوم في حاجات جديده. يمكن احنا في يناير اللي فات استقبلنا هنا في مصر مؤتمر الافريكان اسوسيشن اوف ريستوريشن سيرجي، طبعا بدكتور شادي مغربي هو المتزعم الموضوع ده يعني. والحمد لله الموضوع كون ان احنا نجيب البورد بتاع الانترناشونال سوسايتي اوف ريستوريشن سيرجري هنا في مصر، والناس دي تكون موجوده معانا هنا، نقدر ناخد افكار جديده، نتعلم حاجات جديده. فالموضوع بيتنقل في حته ثانيه فعلا. الموضوع كبير ومهم ومحتاجين مسانده من الدوله يا ريت، عشان نكبر قاعده. مصر تستحق فعلا تراي ايجيبت زي ما بنقول. صحيح، للسياحه العلاجيه. والطبيب المصري فعلا مؤهل جدا ان هو يستقبل ناس من انحاء العالم كله. بشكرك يا دكتور على وجودك معنا النهارده. شكرا لك يا دكتوره منى. لسه في فقرات في دكتور هيلث، خليكم معانا.